السلام عليكم اخواتي. ان شاء الله غادي نوجدوا اليوم جميع واحد الكيكه بمذاق الحمض، كتجي شي حاجه روعه، كنتمنى تجربوها. حاجتنا ان شاء الله في 4 ديال البيضات، واحد رشيشه ديال الملحه، كنضربوا بالخلاط، وكنضيفوا كاس قل ربع ديال سنيده. وحنا مع التخليط دائما حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيرجع لونه ابيض. كنضيفوا واحد الساشي فاني او واحد المعلقه، راس معلقه ديال الفاني بودغ. كنضيفوا كاس قل ربع ديال الزيت، زيت المائده، مع التخليط دائما، وزائد واحد ياغورت فاني او بمذاق ديال الفاني اللي موجود عندك. كنضيفوا واحد الكاس ديال الماء غليان شويه بشويه، وحنا مع التخليط دائما حتى كنساليو. كنحيدوا الخلاط، كنديروا الخلاط اليدوي. كنضيفوا الدقيق، خدات 3 الكيسان مع 2 خمارات ديال الحلوى. نخلط مزيان حتى كتنسجم العناصر. كناخذوا الثلث من الخليط نديروه في اناء واحد اخر، نضيفوا له، هانتوما القوام كي داير، نضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الكاكاو، وناخذوا المول اللي كنا دهناه وحطيناه في الفريغو يبرد شويه مع هاد الحراره باش كطيب الكيكه. كتقلبيها في الصحن كتجيك سهله باش تنزل. صافي كنخلطوا مزيان. كناخذوا المول كما قلنا، كنديروا فيه خليط نص ديال الخليط الابيض، ونديروا فوق منه الخليط ديال الكاكاو، ومن بعد من الفوق الخليط الطبقه الثالثه من العجينه البيضاء ديال الكيكه. صافي كيكون الفران سخون على درجه 170 180، وكنشعل نطيبوها حتى كطيب ونخرجوها. دوك الحفيرات اللي كيجيو من تحت كنعمروها بكريمه ولا الفلون ولا اللي عجبك، المهم من اختيارك. وكنتمنى تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. الى حصه اخرى ان شاء الله.